السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا زي ما احنا متعودين ان احنا بنبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. انا اقول لكم انا بشكر متابعيني جدا 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 جدا، لان انا كده خلاص الحمد لله فضل ونعمة من الله. فاضل لنا 15 مشترك ونقفل ال1000 مشترك والقناة بتتفعل بإذن الله تعالى. فعايزاكم كده تساعدوني، وربنا معايا ومعاكم إن شاء الله في الخير إن شاء الله، مش في حاجة وحشة، في الخير إن شاء الله. فأنا جايلي النهاردة يا حبايب قلبي اللي جايبالي النهاردة السؤال بتاعها عن البيض اللي طري ومش مكتمل القشر بتاعه، اللي هو زي ده. شايفين دي طريه ازاي قدام منكم اهي، طريه خالص اهي. دي مش مكتمله، مش مكتمله ليه يا ام عبد؟ هقول لك دي نقص كالسيوم، نقص كالسيوم، خلاف البيض اللي هو الايه المكتمل. قدام منكم اهم 3 اهم قدام منكم اهم. فانتوا دلوقتي دول مكتملين ودي مش مكتمله. شايفين عامله ازاي وشايفين دي عامله ازاي؟ طيب طب انا اعمل ايه يا ام عبدو؟ علاجها ايه البيض اللي هو اللي مش مكتمل ده؟ علاج البيض اللي مش مكتمل ده يا جماعه ده نقص كالسيوم، نقص كالسيوم. طب اعالجه ازاي؟ اول حاجه احنا هنبدا بايه؟ بودره بلاط ب5 جنيه، 5 جنيه من عند بتاع العلق، من عند بتاع البلاط والجير والحاجات دي والرمل والحاجات دي. بيبيع بودره البلاط. بودرة البلاط يا جماعة بتختلف عن الاسمنت الابيض، عشان في ناس بتسألني وبتختلف عن الجير. بودرة البلاط دي بيصنع منها البلاط نفسه اللي هو بتاع زمان، اللي هو المنقط ده المزايكو. دي بودرة البلاط تختلف تماما. مفيش بودرة بلاط، هي موجودة عامة يعني، وعلاجها بسيط جدا ومن غير فلوس، مش بكتير يعني. وفيه الصدف عند بتاع العلف او زفارة سمك. بس بودرة البلاط اساسي لنقص الكالسيوم عند الطيور. خلاص. السؤال التاني يا ام عبد، زي ما احنا متعودين ان احنا بناخد سؤالين كل حلقة. واحدة جاية بتقول لي انا بحط الخميرة في المية، الخميرة هي الفورية، بحط الخميرة في المية بتخمر. هقول لك لا يا حبيبة قلبي، انت قبل ما تحطي الخميرة في المية بتحطيها في حالتين 2، والصبح بدري قوي قبل الجو ما يحرر بتحطيها على العلف بخلطة، بتضربيها في الخلاط، توم بصل خل ليمون، تضربيه في الخلاط وعليه معلقة خميرة ومعلقتين عسل، بتحط لهم تجوعوا وتحط لهم على قد الطاقة. دي حاجة. تاني حاجة بتحطيها، لو انت بتحطي السقاية ال4 لتر، لا انا بحط 2 او 1.5 لتر على معلقتين مع معلقتين عسل برضو اساسي، وتحطهم لهم الصبح بدري، بس تكوني معطشة واللي بعطشاهم قوي، وتحط لهم الميه يشربوها، تغسلي السقايه وتحط لهم ميه بيضه. يبقى انا كده عملت السؤالين اللي جايين لي، السؤالين اللي جايين لي. البيضه اللي هي بريست مش مكتمله، والخميره تتحط امتى بالظبط وتتحط ازاي، لان في ناس بتغلط كتير في موضوع الخميره ده، واللي بتخمر في بطنهم وبتقلب العكس، ان هي بتقلب ايه بتسمم، وبنسبة السموم بتبقى عالية من الخميرة في الأمعاء. خلاص. يبقى أنا كده جاوبتكم على السؤالين. ما تنسونيش بقى في التعليق وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناة أم عبد للطيور المنزلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.